الوطني بركة السبع ايضا الاخرى. تقبلوا تحيات المخرج الروعه انور السيد ومعكم صبحي صار ولا مصارع على البث المباشر. على بركه الله انطلقت احداث المباراه. الابيض عرب الرمل والاسمر السلام من منهما يصعد. احمد فتح الله حارس ابو طالب، لكن على طول مغطي بقى على طول هناك مد اسامه يلعبها للخطير ميدو الاسامه يلا كده ابتدينا بقى نشوف الامواج ونشوف يعني من الشمال لليمين على طول محله واحده. الله مش ممكن عصام باريزي. محمد رزق يا عيني شوف الكوره المتابعه بقى. قلت لك المتابعه هي اساس تسجيل الاهداف. على طول رزق بيسجل. مش ممكن عصام باريزي. عصام باريزي. يلا كده ابتدينا بقى نشوف الامواج ونشوف يعني من الشمال لليمين على طول محله واحده. الله مش ممكن عصام باريزي. وقت بدل ضايع بيحتسبهم كابتن محمود طنطاوي. 6 دقايق من نار. يا ترى يقدر يحط اثاره. ضربه حره تتلعب. المغرب على طول يلعبها هناك ملعوبه خطيره لسه بيدور على واحده. عشان من اللحظات كابتن ضربة أو رمي التماس ملعوبة. ضربة أو رمي التماس ملعوبة. كابتن ضربة أو رمي التماس ملعوبة. السلام ده هدف. ومين هنشوف مين اللي سجل هدف سجل واحد هو عبد الرحمن طلب كلمة السر في الجوز الثاني. عبد الرحمن طلب فعلا هو اللي سجل هدف التعادل. عبد الرحمن طلب صاحب القميص رقم 7 ويخطف هدف. يعني مش ممكن على الكورة. مش ممكن على كرة القدم. مش ممكن على متعة كرة القدم. بطاقة صفراء لأحد اللاعبين اللي كان نازل يحتفل. يعني قلت لك يا كابتن اسلام لازم تفضل هدف ده حال كرة نزل صاحب القميص رقم 15 يا لوكا ميسي.
2024 لم يحافظ عرب الرمل على تقدمه طوال المباراة. لازم الهدف يتغطى بهدف، ولكن هو لسان حال كرة القدم ليس بالإمكان أكثر مما كان. كنا معكم من هنا من ملعب مركز شباب وسطى والمباراة الفاصلة عرب الرمل والسلام، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. يسعد السلام وعرب الرمل يودع البطولة من الباب الكبير مع نهاية الدور الأول. أقبل تحياتي الصبح صار ودائما أبدا بصحبتي كابتن عمر السيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.